طيب، تخيلوا معي عدد سكانها في الخارج ممكن يكون أكبر من اللي عايشين في الداخل. هذه مش مجرد فكرة خيالية، لا، هذا هو واقع الشتات اليمني. في حلقتنا اليوم رح نشوف كيف الهجرة قدرت تشكل هوية اليمن وتحول شعبها لأمة عالمية منتشرة في كل مكان. رح نعتمد في كلامنا على بيانات انتشرت مؤخراً بشكل كبير جداً. هذه البيانات بترسم لنا صورة كاملة ومدهشة عن توزع اليمنيين حول العالم. فخلونا نشوف مع بعض شو بتكشف هالأرقام عن قصة شعب موجود في كل زاوية من زوايا هالكوكب. رحلتنا رح تبدأ من الجوار، من دول الخليج. العلاقة هون مش بس جغرافية أبداً، هي علاقة تاريخ واقتصاد وروابط عميقة خلت هالمنطقة هي الوجهة الأولى لليمنيين من زمان. والأرقام اللي رح نشوفها الحين بتحكي جزء كبير من هذه القصة. أول محطة هي المملكة العربية السعودية. ما نتكلم هنا عن مجرد دولة جارة، لا، نتكلم عن وطن لأكبر جالية يمنية في العالم كله. علاقة قديمة ومتجذرة، والأرقام بتوضح هالشي بشكل كبير. 3 ملايين. 3 ملايين. لحظة، خلونا نوقف عند هالرقم شوي. هذا الرقم أكبر من عدد سكان دول كاملة. يعني الموضوع مش مجرد أرقام على ورق، لا، هذه قصص وحكايات 3 ملايين إنسان صاروا جزء أساسي من نسيج المجتمع والاقتصاد السعودي. طيب، من السعودية ننتقل للإمارات. الإمارات بمدنها العالمية كانت وجهة رئيسية ثانية لليمنيين اللي كانوا يبحثون عن فرص في اقتصاد ينمو بسرعة كبيرة. أكثر من 650 ألف يمني، رقم ضخم جداً. وهذا بيعكس مش بس جاذبية الإمارات كوجهة للعمل، لا، بيعكس كمان الدور الكبير اللي بيلعبوا اليمنيون في بناء هذا الصرح الاقتصادي. وشوفوا هالمقارنة، في قطر وحدها في حوالي 500,000، وباقي دول الخليج مجتمعة فيها قرابة 1,000,000. أرقام هائلة فعلاً. بس السؤال، هل القصة تنتهي هنا؟ هل وجود اليمنيين يقتصر فقط على منطقة الخليج؟ الأرقام اللي شفناها في الخليج مذهلة بكل المقاييس، بس تعرفوا شو؟ هذه بس البداية. هذا مجرد الفصل الأول من القصة. خلونا الحين نقلب الصفحة ونشوف لوين وصلت رحلة اليمنيين عبر التاريخ. الآن خلونا نرجع بالزمن شوي. وجهتنا التالية هي أفريقيا ومنطقة البحر المتوسط. هناك الهجرة ما كانت ظاهرة جديدة، بالعكس كانت امتداد لشبكات تجارية وثقافية قديمة عمرها مئات السنين. شوفوا معي هالأرقام الضخمة، 1.5 مليون في مصر، وأكثر من 1,000,000 في القرن الأفريقي. إحنا ما عم نتكلم عن جاليات مهاجرين جدد، هذه مجتمعات متجذرة، بعضها أقدم حتى من دول حديثة. وهذا أكبر دليل على التاريخ الطويل للتواصل بين ضفتي البحر الأحمر. وإذا اتجهنا شمالاً بنلاقي أن تركيا والمغرب كمان صاروا وجهات مهمة جداً، وفيها مع بعض أكثر من 500,000 يمني. وهذا بيورينا كيف خرائط الهجرة تتغير وتتكيف مع الظروف اللي تصير في العالم. ومن هنا الخريطة رح تتوسع أكثر وأكثر عشان تورينا الانتشار العالمي الحقيقي لليمنيين من الأمريكيتين وصولاً إلى أقصى شرق آسيا. هذا الرسم بيلخص لنا صورة الانتشار العالمي بشكل سريع. الولايات المتحدة فيها 600,000، وشرق آسيا زي الصين وكوريا وماليزيا صارت وجهة جديدة ومهمة. بس يمكن الجزء الأكثر إثارة للاهتمام هو أكثر من 322,000 طالب وطالبة. تخيلوا، هذا جيش كامل من العقول الشابة اللي بتستثمر في مستقبلها، ويمكن في مستقبل اليمن كمان. بس السؤال اللي يطرح نفسه، هل هؤلاء الطلاب رح يرجعوا في يوم من الأيام بالخبرات اللي اكتسبوها؟ وهنا نوصل لنقطة مهمة جداً. كل اللي ذكرناه هو بس قمة جبل الجليد. الأرقام الرسمية ما بتحصي كل الناس، فيه آلاف من رجال الأعمال والمسؤولين، وفي عدد ما نعرفه من المهاجرين اللي عايشين وبيشتغلوا بدون أوراق رسمية. يعني العدد الحقيقي لليمنيين في العالم هو لغز، يمكن ما نعرف جوابه أبداً. بعد ما استعرضنا كل هذه الأرقام المهولة، المصدر الأصلي اللي أخذنا منه المعلومات بيتحول من مجرد سرد بيانات لتقديم تعليق شخصي، تعليق بسيط لكنه عميق جداً. هذه مش مجرد نصيحة، هذه فلسفة كاملة. كأن الكاتب بيقول لنا اتركوا هوس الأرقام والإحصائيات على جنب. قصة الشتات اليمني هي قصة إنسانية أكبر بكثير من أي رقم. هي دعوة للتفكير في الروح مش بس في الأعداد. وبيختم المصدر بنبرة مؤثرة جداً، فيها مزيج من الفكاهة السوداء والحزن العميق.
وهي بتلخص مشاعر كتير من الناس تجاه هذا الواقع. آخر واحد يطلع من اليمن يطفي اللمبات. يا الله، شو هالعبارة المؤلمة، كأنها بترسم صورة وطن يفرغ شوي شوي، مثل بيت مهجور أنواره بتنطفي واحد ورا الثاني. ويغلق الباب وراه ويطرح المفتاح تحت باب اليمن. وهنا يجي الأمل. صح الباب مقفل، بس المفتاح قريب وموجود، كأنه رمز للعودة ووعد بأن هالفراغ مؤقت، وأنوار اليمن رح ترجع تضوي من جديد في يوم من الأيام. وفي النهاية هذا الرحلة بالأرقام والقصص بتتركنا مع سؤال كبير: شو هو مفهوم الوطن لما يكون شعبه منتشر في كل أنحاء العالم؟ سؤال يستحق نتوقف عنده ونفكر فيه.